give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday. ازيكم يا حبايب قلبي، عيد سعيد عليكم يا رب. طبعا حابة اوريكم الأوضة قبل ما ننضفها كلها. ده كان قبل الوقفة بيوم، احنا كنا لسه معملناش اي حاجة زي ما انتوا كده شايفين. الأوضة يعني كانت صراحة اخر كركبة يعني، بس كل اللي عملناه ان احنا يا دوبك فرشنا الستاير. ودي الستاير حطينا بقى الستارة بيضة في النص كده، لان الستارة الأولانية كانت سادة الشمس خالص، ودي مشاية عليها كيسي وكده. حلوة اوي بصراحة، يعني جايبة نفس لون الترنج. المهم دول بقى الحاجات اللي انا هستخدمهم. في حاجات اول مره هستخدمها، وفي حاجات استخدمتها قبل كده. ده لونة للشفايف والتقشفات والجفاف، جميل جدا جدا، انصحكم بيه بصراحه. يعني بصراحه ه- يعني عمل لي شفايفي حلوه قوي الصراحه يعني. وده برضو من لونة، ده لترطيب الايد والجسم، بس انا بستخدمه للايد بس والرجل بس، هو جميل قوي بصراحه يعني. فانصحكم بيه برضو. وده شاور جل مود، انا بسمع عنه بقالي كتير، بس اول مره هجربه. وهو الصراحه جامد جدا يعني، وريحته حاجه تحفه. الاخضر ده حلو قوي. وده غسول اسمه سينوبار، هبقى اجيب لكم فيديو بعدها بشويه. بجد غسول تحفه تحفه تحفه. هو غالي حبتين بس جميل قوي بصراحه يعني. فانصحكم بيه. وده فوج، انا استخدمته كتير جدا، ريحته تحفه يعني، اكيد انتوا كلكم عارفينه. ودي للمساج للشعر، وانتوا بتستحموا تدعكوا بيها شعركم كده من في النص وكده، بيعمل مساج حلو قوي للشعر، بيخلي شعرك جميل وناعم. و... ودي برضو دي زي ليفة، بس ليفة سيليكون تحفة تحفة. بتفتحي دي كده، بتحطي فيها الشاور جل بتاعك، وتدعكي وتستحمي بيها، بجد جميلة جدا جدا. احسن من الليفة والله، بجد يعني حاجة جميلة قوي بصراحة يعني. تعملي كده بقى وتحطي ايدك في السنادة دي حاجة جميلة قوي بصراحة، انا جربتها يعني. وده البونيه بقى بتاع الشعر وكده. وده بادي لوشن من بوبانا بجوزة الهند، بصراحة جامد جدا يعني، انا بستخدمه بقالي كتير. هو بصراحة يعني في كمية حلوة ومحترمة، انصحكم بيه برضو. ادي توكا بقى. وبس كده، دي كل الحاجات. شكلي غريب اوي الصراحة، بس شايفين الماسك؟ شوية اروح اغسله، بس ايه، قلت اوريكم يعني من التجهيزات وكده. شكله غريب اوي ومخيف. جبت لكم شكل الغسول تاني لو حابين تاخدوه سكرين. كنت توقفوا الشاشة وتاخدوه سكرين، بس حبيت. هو بيتفتح بيتلف كده، كده مقفول وكده مفتوح. بصراحة هو غسول جميل جدا، انصحكم انكم تجربوه. بعد ما خلصت كل حاجة بقى ايه، خرجت مع صحابي كده، قعدنا في الجنينة شوية، وكنا طالبين حاجات نشربها وكده يعني. اظنكم عارفينهم، شفتهم كتير اوي في الفيديوهات. غريب، الكاميرا عندي حلوة بس. هنا كانت الساعة 2 الظهر تقريبا او 3، كنت بجهز عشان رايحين عند جدتي. فالمهم اللي بعد شوية هوريكم الاوتفيت كله، اللي هو الطقم يعني، هوريهولكم وانتوا قولولي رأيكم بقى في التعليقات. بصوا، هو اكتر حاجة عجباني بصراحة هو البنطلون الجينز، انه اول مرة اجيب نوع زي ده. ايه رأيكم؟ بجد يعني هو عاجبني بصراحة، انا اصلا جايباه للجامعة مش جايباه للعيد. وده الشوز تحفة، هو نوع قماش اللي هو حلو يعني، نوع حلو قوي. هو ضيق شوية بس مش مهم، ان ده اكبر مقاس في الستات، اجيب ايه تاني يعني. فضحت نفسي. المهم اوريكم الشنطة دلوقتي. دي الشنطة كنت جايباها قبل العيد بكتير جدا، وسبحان الله طلعت على شكل الطقم. ف قولي رأيكم في الكومنتات بقى. بصوا بقى، ده شكل الشوز بعد ما لبسته، جميل جدا. بس في مشكلة ان البنطلون اطول وينزل تحت للكعب، فبمشي ادوس عليه وانا ماشية. ودي الشنطة، حابة بس اوريكم ايه اللي انا حاطاه جوه الشنطة يعني. اوريكم دلوقتي
اهم حاجة يعني، اهم حاجة عشان بس ايه واحد ما يمشيش بس بالجفاف بتاع شفايفه ده، دي اهم حاجة. طبعا حبيب قلبي ده كوفي شيك، حبيب قلبي بجد بعشقه قوي يعني. هنا بقى كنا وصلنا عند تيتا ودي خالته وطريقة كحك وبسكوت هي اللي عاملاه، ده الفسيخ والرنجة. Love me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.